بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول رسالة هنا رسالة الشيخ أبو أنس عبد الحميد الزوي حفظه الله تعالى ملاء الرينني جزاه الله خيرا. الله تبارك وتعالى علم الله بركة منني. أرجع عنوانهم عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم. أمر أهل السنة والجماعة عقيدهم دول لغران دجلوا لغران ومره ملي الله وني أو نقول نفسر كيندك. أمر أهل السنة والجماعة لغران دا عقيدهم دو إني تاد أو درتي دو دابني أو مقدمهم مدرو هرقري. الحمد لله المتفرد بالكمال والجلال، والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أو مقدمة لك هذا تزرع الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى هرقل. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أمر أهل السنة والجماعة عقيدهم دو أمر أهل السنة والجماعة الصالح والصالح أن عقيدهم دو لورانا الله مدى اعتقدوا أنه كلام الله عز وجل. لورانا ملي الله وني غير مخلوق من مخلوق شيء. لو أنا كلام الله مليء الله عز وجل غير مخلوق من مخلوق شيء. منه بدأ من الله قررني وإليه يعود من الله وزبطنك، أو منه بدأ وإليه يعود من القرى فسركيندك الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى. لو أنا الله تبارك وتعالى نكي حدني وولدنا آخر زمن توصاب من الله أرفضني تكلم الله به حقيقة. الله تبارك وتعالى هج النكي حدني بلا كيف ما هدني حروفها هنايا معانيهما يقلنا. الله تبارك وتعالى نكي حدني كيف ما هدني. وسمعه جبرائيل عليه السلام، ملائكة جبريل عليه السلام الله بازده، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام ملك بلغ كده. ملك جبريل الله بازه ملك جبريل لورانا يقول محمد صلى الله عليه وسلم رجنده محمد قروبا لك. قال الله تعالى الله تبارك وتعالى هرقي وإنه شأن هترك لتنزيل رب العالمين. لورانا مره الله يشكنني رب الله يشكنني رب العالمين أنا رب هندوه لورانا قلت الله يشكنني. نزل به الروح الأمين ملك جبريل عليه السلام قوي مرشكني على قلبك لتكون من المنذرين. أو الله تبارك وتعالى ملك جبريل لكن ملك جبريل قوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتشاك درده أمر لولي شنو جل إنسان شنو جل. الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى رجل. والآيات الدالة على نزول القرآن الكريم كثيرة. آياتني لغرنا الله نشك الله لو شك النجور داد الشنقة برمضين وأنه كلام الله لغرنا ملي الله وني حقيقة هجري. قال تعالى الله تبارك وتعالى هره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أو يشاهد كنه أمر المشركين أن دلوا جوار بعدك تقصوا جوار يعني حتى يسمع كلام الله مرة مدي الله بصنقر النين كورا أو يشاهد حتى يسمع كلام الله نشترى مدي الله تبارك وتعالى نك هدني. سورة توبة آية رقم 6. وقال تعالى الله تبارك وتعالى كل هرقي يريدون أن يبدلوا كلام الله. أو دهين تمو درو تمو ورا تمو نادى قلب النك يريدون أن يبدلوا كلام الله. أي الله بلنك هدتنا أما دكنا كذا ذكرت ثاني مدي الله نبدل تندو ذكرت ثاني كلام الله مدي الله مثلا الله نك هدني. سورة فتح الله هدني آية رقم 15. وأنه جل وعز الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى رجله. ونشأنا هترك الله تبارك وتعالى كلم من شاء من رسله رسله نازل من الدغاد كنكنني عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا الله رسل ذاك النكن قل دليلهم منهم من كلم الله. الله نبي رسل ذاك الله ذاك النكن الله سورة البقرة آية رقم 253 روح الدني. منهم من كلم الله منهم من النبي رسل وركو الله تبارك وتعالى نكتشن. وقال تعالى الله رجلي وكلم الله موسى تكليما.
الله أكبر. الله نبي موسى دي نكتشلين. سورة النساء الآية رقم 164. وقال تعالى الله تبارك وتعالى كريدو ولما جاء موسى لميقاتنا نكو موسى ورت نغتسلك توفره وكلمه ربهم نكتشن موسى ده ربهم ما ينغده ربهم أجكل ما ربهم وكلمه الله نكتشن وكلمه الله موسى نكتشن ربما نبي أجكل ما يا موسى نكتشنك. سورة الأعراف درو آية رقم 143. الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى قال آية شرح جيد قال كلاما حقيقيا الله هيك نكتشنين سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. موسى قال الله لكو ملني هيك بازراه نو ملكلش أما قلت مجاز نتشي ملني هيك بازرني الله لو ملني هيك بازرني بموسى عليه السلام حقيقة بلا واسطة كنز. وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه جل جلاله آيات القرآن قلنا الله تبارك وتعالى نكنا دا دلتنا برشكي يتكلم متى شاء الله وكمل داونا نكني كيف شاء زغ داور نكني إذا شاء من داغر التقصى سبحانه وتعالى. ومعنى منه بدأ الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى رجلي معنى منه بدأ معنى مني هو المتكلم به ابتداء حقيقة الله تبارك وتعالى ملنك هدني لغران من البديني. قال تعالى الله رجل ولكن حق القول مني أو كي شاهد كنا القول مني نغده لغران مره الله قررتنا الله ملنك هدني. سورة السجدة آية رقم 13. وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله لغرانا من الله تشكنينك العزيز الحكيم الله يا عزيز الله حكيم. سورة الزمر آية رقم 1. ومعنى إليه يعود تفسير ما الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى هرقلي ومعنى إليه يعود دويني يرفع من الصدور كنجار بركة أرفضنك والمصاحف يكون مسودر لنا أرفضنك في آخر زمان تقصى كنجار لنا نبي نترسقني يوم مسودر لنا نبي نترسقني. والآثار في قول القرآن كلام الله كثيرة جدا عن السلف أو سلف لو كبو لوانا ملي الله قر سلف لمن المنذر أردراني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هرقي عمر بن الخطاب إن هذا القرآن لوانا كلام الله ملي الله بدأوه على مواضعه تقمر نقين. رواه أحمد في الزهد ونحن من أسر عمر لو رضاه إمام أحمد كتاب الزهد روينني وعبد الله في السنة عبد الله نقل كتاب مسنة الروينين ولا جر في الشريعة والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال خباب بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة رسول الله يقولون هرقني تقرب إلى الله بما استطعت الرغم قرقنا الله نلقى براني فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه ون الله نلقى براني الله برد داغر اللغان كبين من اللغان ماذا تقرب لنا أنت الله برد داغر. حديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف درو وأحمد نقنا كتاب زهد روينني وعبد الله نقنا في السنة روينه ولا جرنا في الشريعة روينه والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هرقي إن أحسن الكلام ملعون هرقي قلنا لبينه كلام الله ملع الله أكبر. أسر عن رويمنيا رواه عبد الله في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات الروينين. وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى رقي إن القرآن كلام الله لوانا نكردريك ملي الله منه بدأ من الله قرورني بلا كيفية مهردني نكنك الله هرب أنا مي كيفية ما قولا لنا مجازك الله نكي هداه إنه مجاز هدشين. وأنزله على رسوله وحيا الله وحي نكده هدني نبي مدى تقدر دني وصدقه المؤمنون على ذلك حقا أما مؤمنا هجر ما يجرني وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة لوانو من مدى الله هجر قور أما مؤمنا دا يقنجدرني ليس بمخلوق مرا مخلوق شيني ككلام البرية مدى أما كاشي مدى مخلوق كاشيني الله نكي حدني ذا مرچونني نكيني. ومن سمعه إمام طحاوي هرقلي لغانا ما بزرعه فزعم أنه كلام البشر مدى الله وشي مدى أوينه فقد كفره ملك فرشنين.
انظروا على عقيدة طحاوية دولان مكتوب ثالث مريء إمام طحاوي هدا كتد رحميت. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد من كلام الله سبحانه وتعالى مريء الله قروين القرآن العظيم لوانا يبون لوانا عظيم مريء الله قروين وهو كتاب الله المبين مريء الله لوانا الله المبين الحسن وحبله المتين إزيهم تورتناين وصراطه المستقيم ترواهم الدلين لوناي تروى الله الدلين وتنزيل رب العالمين العالمين ربهم دولا تشكنني نزل به الروح الأمين ملك جبريل وتشكن على قلب سيد المرسلين وراي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ودا تقدر بلسان عربي مبين تلهيني أرما ورد الله تواصل نكي حدني منزل غير مخلوق مرى الله تشكنني مخلوق شين منه بدأ الله قرولني وإليه يعود من الله بركة أرفض الدين آخر زمان توصى وهو صور محكمات مرى صور أردرني دات القرآن محكمين وآيات بينات آياتني دات القرآن وحروف وكلمات حروف أرني وكلمات الله تبارك وتعالى لك هدني متلو بالألسنة تليها متلسها ممر نكتن كاردنغني محفوظ في الصدور كنجادرو تهكلني مسموع بالآذان شيالي لوانا كاردنا أما بصغني مكتوب في المصاحف مسادر الردرين. والحاصل الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى رجني أو حاصل أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة الصلف الصالح دابر شكي أن القرآن كلام الله لورانا يملي الله تكلم به حقيقة هجر نكنني بلا كيف مهردني متى شاء وكذا نكنني كيف شاء زغداغر نكنني بما شاء ونداغر نكنني بحرف وصوت لوانا من حرف صوت يقنري الله تبارك نكل هدني لا يماثل أصوات المخلوقين ما نصصر على المخلوقين هذا كالتبتشيني وثبت ذلك من الكتاب والسنة تمرنا هتركي كتاب دون سبترني سنة دون سبترني وإجماع سلف الأمة قلنا إجماع جدرني وأن خلاف ذلك كفر مدعائه إننا ما كل هذه شركات كفر هذه والضلال متشابه هذه وانحراف عن مذهب أهل السنة مذهب أهل السنة لما يوك شريط الدين أهل السنة والجماعة من شريط الدين الصلف الصالح مرار الصلف الصالح أما أهل السنة والجماعة صلف الصالح مرني والله أعلى وأعلم الله تبارك وتعالى ناقنا نقول لك إن الله تاده وأعلم الله مرهنين والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. أو رسالة كتبه أبو أنس مرار رينان عبد الحميد ابن علي الزويد وفقه الله تعالى الله بالتوفيق له. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.